ايش قولك في الكنافة الحقيقة؟ والله بالكدي بنينة تشرف. صحة وفرحة بالشفي. بنت قد اخوي طالعها. عسلامة ومرحبا بكم. باش نحضر الخبز ديالي اللي هبطه لكم قبل. كيما صديقتي قالت لي وين الوصفة، عاودنا الوصفة بليتو تاع الخبز اللي يلمع. باش نحط فرينة، غرفة سكر باش تخمر لنا، ولهنا كيس حليب سخون، كيس حليب عليه كاس ماء باش نزيدو، ما تخافوش. وباش نحطوها مع بعضهم نركزوها، وبعديك اتو نشوفوا القوام نتاع العجينه كيفاش. كيما تشوفوا هكا العجينه جاريه هذيا طريقه باش نزيدها الفرينه، ولهنا زدتها شويه سينوج وجلجلان هاكا. توا باش نزيدها مغرفه ملح، ما نحطوش الملح مع السكر ولا خميره لخاطر راهي الخميره ما تجانسش مع الملح. من بعد باش نزيدوها مغرفه زيت جست باش تلم العجينه اكا، والعجينه لازمها تكون هكايا ماهيش يابسه، جست هكا هاو باش تجينا معنا اكل العجينه، يعني تبدا منفجه ومنقبه هذيك، تبدا تتقرمش وبنينه. وتوا باش نزيدو الزيت جست باش نلمو العجينه اكا هاو، مقدار 2 مغارف. شوفوا كيفاه وهكا سي باش نسكروا العجينه. القوام يكون هكا. سامحوني هو الفيديو جاء عشوائي، ما كنتش باش نصور، مي قلت فرصه بوكوا اني باش نصور تاع الخبز. شوفوا القوام نتاع العجين هكا يكون القوام، ما تخافوش منه، راهو ما تقولوش راهو جاري ولا حاجه، هو هكا يجي راه بنتو الخبز بنين على الاخر. ما نحكي لكم مش حاسيلو، جربوها تشوفوا ان شاء الله. المره الجايه نكون نعمل الفيديو ما خير كي توضيحي سي بعد ما حاطين الزيت وكل. توا فما استوس انه ما نستناش العجينه تخمر بالساعه وبالساعتين. هذه العجينه بعد ما حاطين عليها الزيت وكل شيء، وهكايا بعد ما عجنتها حطيت لها شويه زيت من الفوق وغطيتها بالبابي سولوفان باش ما نقعدش نستناها برشا تخمر. حطيت انا هذا طاجين فيه ماء سخون سخنته، وباش نحط فوقها البوليديكا ونغطيها، وفي لحظه ما تخمر لي لا نستنى لا بالساعه لا بالحتى شيء. نرجع لكم من بعد. وبعد ما خليت العجينه ترتاح، انا عندي شويه كنافه باش نعمل للتحليه السهريه. كنافه بالقشطه وباش نعملها بالشوكولا. ولهنا خذيت زبده يزني نذوبها في الميكرووند باش نحطها بالكنافه، وتو تشوفوا مع بعضنا الفيديو. بعد ما نتفت لها شعرها الكنافه قصدي قصيتها يعني نتفتها كل شيء، باش نزيد عليها الزبده اللي ذوبناها. وتوا باش نبسسوها بالزبده. انا مانيش باش نحط سكر محور، ما شكون يحط سكر محور، انا نيفيتي انه السكر برشا على خاطر باش نعمل الكريمه يعني فيها سكر، وكمل الشحور فيه سكر، فهمت؟ نيفيتي اني باش نعمل سكر محور. لهنا ميم طون باش نحضر الكريمه باش نحط شويه حليب، مقدار 300 مليلتر حليب، عليهم 3 مغارف نشا، وباش نحط 4 طوابع جبن بريزيدون، عليهم جبن موزاريلا، واللي ما عندهاش جبن موزاريلا تحط يعني جبن رابي، وعليهم مغرفه اكا هاو سكر مش برشا على خاطر بعديك باش نحطوا الشهور يبدا حلو. اوكي وهكا حضرت معايا الكريمه. القشطه هذه اللي بالجبن هايك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هذه حضرت توا. انا عندي طبق هذا باش نحضر الكنافه نتاعي. في الطبق هذا ذوبت شويه زبده، وباش ندهن الطبق نتاعي هكيكا، كل واحد ياخو المرسوم نتاعو وتبدا حاضره، وحتى باش تقعد ولا اي حاجه جوج تسخن من غدا كنعجنه وتتحط عليها الشحور. ديجا الشحور راني طيبته، حطيت كيس سكر عليه نص كيس ماء، وبعد ما غلي عملت عليه
قلت قطيره عصرت قارص وحطيت قطيره زهر هكا ريحه فاوحه. تو باش ندهن البلاطو ونحط الكنافه متاعي. وهكا بعد ما رصفتهم انا عملت 9 كعبات. 9 كعبات هكا. تويكا باش نحط الكريمه، ولهنا نزلت عليهم بالكدا 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 باش نحط عليهم الكريمه، ومن بعديكا باش نغطيهم بالكنافه. وهكا بعد ما حطينا الكريمه هكا لهنا الكعبه هذه انا غطيتها، شفتوا نزلت عليها هكايا هيك تغطيت باش نكملها ونوريكم البقيه. ولهنا بعد ما حضرت معانا الكنافه حطيت الكريمه وزدت غطيتها. توا فضلت لي انا شويه زبده هكا ذايبه. شنو باش نعمل؟ باش ندهن دوبه شويه هكايا فوق كل كعبه، ومن بعد باش نحطها في الفور لين تحمر. حطيتها على 175 انا الفور درجه. باش نحطها هيك كلها شويه شويه زيت. راهي الكوش تكون فين مش غليظه. توا باش نحطها في الفور وتحمر نخرجها. وهكا بعد ما رتحنا العجينه لمده 20 مينوت. شوفوا بسم الله ما شاء الله هاي العجينه توا سيء دي خمرت معانا الله يبارك. شوفوا ما شاء الله. هذه استيوس سورتو للمراه اللي تخدم وما عندهاش وقت تروح هايكا. شوفوا بسم الله ما شاء الله الله يبارك. تو باش ندهن يدي بشويه زيت ونحي لها انا. شوف الله يبارك. المحله حطيت انا فوقها زيت هايك يدي زيتت. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. هذا هو القوام اللي حاشي به. هذه كي تبدا هكايا ماهيش يابسه، راهي الخبزه تجي خفيفه وطريه. كيف تبدا العجينه يابسه كيف ما نعملوها نتاع خبز طابونه وكل، راهي تجي تغصص كيف ما نقولوا، فهمت؟ هذه هايك شوفوا ما شاء الله الله يبارك. شفتوا هايك. تو باش نشكلها ونخليها ترتاح ربيع ساعه وبعد نحطها في الفور زاده نوريكم. هذه العجينه هذه اخر كعبه جست. شوفوا المقام نتاعها كيفاش هي هكا. باش نعملها هكا نحلها شويه. والبلاطو نتاعي هوا ندهن جست يدي شويه بشويه زيت ونحطها ونخليهم يرتاحوا دريجين. هذه جست سمح شويه زيت خليهم يرتاحوا دريجين ومن بعد نحطهم في الفور على 200 درجه دوبا ما يحمروا جست نقلبوهم هكا زي هكا. وقت ما يخمروا تو نزينوهم. نوريكم الخبز من بعد. وهكا حضرت معنا الكنافه طابت او باش نقلبوهم ونشوفوا كل كعبه كيفاش. شوف ديجا ما شاء الله الله يبارك. كنافه حضرت. شفت الله يبارك. هاك تتشري ب7000 وكلها هاي ما تتكلفش. راه حضرت الشحور حق الشحور حضرته في البراد. الشحور كيفاش يجي هكا يبدا هكا. فهمتي؟ بنت قد خويا طالع لها. ايش قولك في الكنافه الحقيقه؟ والله بالكدي بنينه تشرف. صحه وفرحه بالشفي.